السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، صحة فطوركم، صحة رمضانكم، ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله. في فيديو اليوم راح نشوفوا فريد معطاوي يقصف أصحاب البلاطوهات اللي راها تبدل في راياتها كل يوم، يعطونا وجه للحديث. قبل أن نبدأ بهذا الفيديو لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. نسمع معطاوي وش راه قال في هذا الفيديو، واعطونا رأيكم خاوتي نتوما في التعليقات. هل حديثه صحيح أو نشوفوا باللي معطاوي راه الكلام نتاعو غلط؟ نسمعوا خاوتي مع بعضنا. فريد معطاوي هذا اللاعب قال حول كخلاصة لتربص شهر مارس الماضي وفيما يتعلق بالمدرب الجديد، قال لم يكن لنا سوى 10 أيام للتعرف على نهجه التكتيكي. كان الوقت قصيرا جدا، كان لدينا الوقت فقط للتعرف على هذا المدرب وعلى أسلوبه في اللعب. في غضون 10 أيام لن تتاح لك تلك الفرصة للتعرف على كل شيء وكل ما يتعلق بهذا المدرب وفكره التكتيكي. تصريحات جد سوية من نبيل. أنا أتساءل فقط، البعض يلوم يعني بيتكوفيتش على أنه يدير الندوات الصحفية باللغة الإيطالية، وفي كل مرة نغير المترجمين ولم نصل بعد إلى الحل الأمثل لإدارة ندوات بيتكوفيتش الصحفية. بن طالب تحدث بالفرنسية، وأنا قرأت في الأعمدة الإعلامية الصحفية أن تصريحات نبيل كانت جد يعني مقلوبة رأسا على عقب. الرجل كان جد واضح وتصريحاته جد سوية. قال لك بأن 10 أيام وقت غير كافي للتعرف على فلسفة بيتكوفيتش. أنا قرأت بأن نبيل بن طالب جد مرتاح لأنهم تعرفوا على فلسفة بيتكوفيتش. لذلك أنا أقول عندما نذهب لرمي اللوم على الذي يتحدث بالإيطالية كلغة غريبة علينا، كيف يعني سوف يكون الحال مع الذي تحدث بالفرنسية ولم نترجم تصريحاته؟ مفهوم اللغة الفرنسية، لكن في تصريح بن طالب يا فريد قال حوالي 10 أيام لن تكفينا للتعرف على نهجه التكتيكي، لكن كان لدينا الوقت للتعرف على أسلوب لاعبه. يعني ربما هناك لمن يفهم أكثر هذه المصطلحات، ربما هناك فرق كبير بين أسلوب اللعب والنهج التكتيكي. النهج التكتيكي غامق بعض الشيء مقارنة بأسلوب اللعب الذي يبقى ربما أكثر وضوحا من النهج التكتيكي. شوف، بالنسبة لأسلوب اللعب التكتيكي، بيتكوفيتش في اللقاءين جرب العديد من الأساليب لكي يقف على إمكانيات ما أتيح له من قائمة، ثم ليبحث عن تلك التوليفة التكتيكية. أتحدث لخوض مباراتي جوان. هذا شيء جد منطقي قام به هذا التقني. لذلك البعض يتحدث على أن بيتكوفيتش نوع في المباراتين. دعوكم من هذا الإطراء ومن هذا التطبيل. أنا لا أقول التقديس، لأن الذي يتحدث بهذا المصطلح هو أجهل الجاهلين في ديننا الحنيف. التقديس لا يجوز أن نقول هذه الكلمة ونحن مسلمون يا عماد. أنا أقول المطبلين الذين راحوا يطبلون لتصريحات ولتلك النهج التي رأيناها من بيتكوفيتش. أقول جد عاد أن أي مدرب جديد يأتي وينوع ويحاول أن يضع كل تلك النهج في هاتين المباراتين لكي يقف على مدى يعني تجاوب اللاعبين مع النهج الذي سوف يختاره في نهاية المطاف، سواء في جوان أو بعد هذه المباراتين القادمتين. لذلك أعود إلى تصريحات نبيل، أقول أنها كانت جد سوية، ولا يجب أن نقول أكثر مما قاله نبيل، ولا يجب أيضا أن نقول أقل مما قاله نبيل. بيتكوفيتش خاض مباراتين، قلناها قبل المباراتين بأننا لا يجب أن نحكم على هذا الناخب في هاتين المباراتين، وسوف ننتظر جوان. وعندما أقول جوان يا عماد، أيضا لا يجب أن نحكم على بيتكوفيتش في جوان من حيث الأداء. نطالب بيتكوفيتش بضرورة إبقاء 6 نقاط في جيب المنتخب الوطني، لكن لا نطالب بيتكوفيتش بأداء راق
وهو في رابع أو ثالث مقابلة له مع الخضر. يعني لمسة المدرب سوف لن تظهر إلا بعد 5 6 7 مباريات منذ تعيينه، لكن النتائج القادمة هو مطالب بالإبقاء على 6 نقاط. لا يجب أن نفرط في نقطة من نقاط المباراتين القادمتين. لذلك نعود إلى المنطق وإلى الهدوء ونقول دعوا هذا الناخب يعمل في هدوء وفق هذا البرنامج المسطر. يعني دورة ودية، مباراتين وديتين، الأولى كانت أمام منتخب ضعيف، والثانية لم يقلها الكثير للأسف الشديد، جنوب إفريقيا، ونحن نتحدث على أنها ثالث منتخب في الدورة الأخيرة حضر إلى الجزائر يعني وهو ناقص من 5 لاعبين أساسيين، خاض بهم الدورة النهائية لكأس إفريقيا. كنا نستمع كثيرا قبل مجيء بيتكوفيتش لهذه المعطيات، لكن الآن صرنا لا نتوقف عند الكثير من المعطيات والهامة جدا. جنوب إفريقيا عندما نقول 5 لاعبين أي ما يعادل على الأقل 40% لاعبين أساسيين، لاعبين اساسيين، 5 لاعبين. وقالها ناخب المنتخب النيجيري، منتخب كوت ديفوار، منتخب جنوب افريقيا هيغو بروس في ندوته الصحفيه، ومرت مرور الكرام عندما تغيب 5 عناصر من التشكيل الاساسي هو حضر ب40% فقط. ونفس الكلام قلناه بالنسبة للاعبين الذين خاض بهم بيتكوفيتش المباراتين. عندما تحدثنا يا عماد لضعاف الفهم أو للذين لا يريدون أن يفهموا، أنا أعيد وأكرر ولدي الصبر الجميل لكي أعيد ما قلناه في الحصة الماضية. نحن تحدثنا على أن بيتكوفيتش وظف اللاعبين الذين كانوا تحت إمرة بالماضي وفق تصريحات صادي، ولو لم يصرح صادي بأن بيتكوفيتش غير 50% من التشكيل لما قلنا ذلك الكلام. نحن أجبنا على سؤال طرحه منشط الحصة المتمثل في عماد مصطفى، قال وليد صادي قال في إحدى التصريحات بأن بيتكوفيتش غير 50%. أجبنا عماد وقلنا بأن هذا الكلام غير سوي، لأن بيتكوفيتش غير 16% من التشكيل الذي كان يخدم معه أو يعمل به جمال بالماضي. البعض لم يفهم للأسف الشديد ما قلناه، وقال كيف تريدون أن يعمل بيتكوفيتش؟ هل تريدون أن يأتي بلاعبين جدد؟ هذا شيء منطقي أن يعمل مع اللاعبين الذين كانوا يزاولون الكرة مع. لو لم يطلق وليد صادي تلك التصريحات لما كان ذلك السؤال موجود، ولما كان رد فريد مطاوي موجود. 5 لاعبين في 31 من القائمة المستدعاة يمثل 16% وليس 50%. نحن نصحح الأرقام لأننا من هواة والمدافعين على الحديث عن كرة القدم بالأرقام وليس بالعاطفة. واضح فريد مطاوي. ناصر بويش، نفهم من كلام معطاوي أنه تصريحات نبيل بنطالب الأخيرة تم تحريفها أو ترجمتها بالخطأ كما يحدث في الندوات الصحفية للناخب الوطني بيتكوفيتش. كاين أشخاص أو صحفيين كما نقولوا صحفيين كيحبوا يروجوا الفكرة ويتغاضوا عن الأجزاء الأخرى، يبتروا المقاطع مثلا صحافة الندوات الصحفية للناخب الوطني بيتكوفيتش يدوا منها مقطع، والحديث الآخر تكملة نتاع الحديث به تفهم خلاصة القول ما يخلوها لكش، يدوا مقطع يترجموه لك ويقول لك شوف شرا قال بيتكوفيتش. كما حدث مع تصريحات نبيل بنطالب قال في التصريحات نتاعو باللي التربص هذا نتاع مدة 10 أيام ما يكفيكش للتعرف على النهج التكتيكي للمدرب الجديد للمنتخب الجزائري. بعض الصحفيين قالوا وقال راني مرتاح مع المنتخب، عادي هذه أمورات تحدث في التصريحات.
بعض من الصحفيين اخذوا باللي هاو نبيل بن طالب مرتاح، وراه مرتاح لانه تعرف على النهج التكتيكي تاع فلاديمير بيتكوفيتش، وبداو ينشروا فيها في الصفحات تاع الجرائد وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي. هنايا معطاوي يقول ويقصف هؤلاء الصحفيين وأصحاب البلاطوهات: اتركوا التطبيل جانبا واتركوا المدرب يعمل في هدوء، خلوا عليه يخدم في غرضه، ما ديرولوش ضغط، ما تبداوش تفرضوا عليه في امور كما نقولوا هنا بطرق غير مباشره وهي الصحافه. خوتي في الاخير ما تنسوش دعمونا بالاشتراك في القناه وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. اخوكم صالح عديدة، سلام.